ازيكم واهلا بيكم في حلقه جديده من تكنولوجي ببساطه. الحلقه دي هنتكلم فيها عن موضوع الاي اي او الذكاء الاصطناعي الصيني اللي مكسر الدنيا اليومين ثلاثه اللي فاتوا. ومهم جدا نقول ان الحلقه دي مش المختصين. حضراتكم لو مختصين فغالبا ممكن تلاقوا اخبار فيها تفاصيل اكتر بكتير من اللي انا هقولها هنا. الحلقه انا هحاول ابسط الامور للغير مختصين. خلينا نبدا الاول بايه اللي حصل الفتره اللي فاتت في موضوع الذكاء الاصطناعي او الاي اي. من حوالي سنتين طلعت شركة اسمها اوبن اي اي امريكاني، هي كان بقى لها فترة موجودة، كان من احد مؤسسينها زمان ايلون ماسك يعني. وعملوا موديل او برنامج ذكاء اصطناعي اسمه تشات جي بي تي. ده يمكن اللي كسر الدنيا جدا في اوائل 23 على حد فكري يعني. الموديل ده كان حاجة عبقرية في وقتها، ان انت بتدخل بتتشات بتتكلم مع الكمبيوتر، بتسأله اسئلة يجاوبك ويرد عليك. اول ما عملوها كانت الاسئلة دي بتبقى او الموديل ده ممرنينه لحد فتره معينه، فمثلا تيجي تساله سؤال جديد في السنه اللي احنا فيها يقول لك لا والله انا اخر تدريب اتدربت عليه لحد مثلا من سنتين، فما عنديش معلومات جديده. الموضوع اتطور بعد كده، وشركه اوبن اي اي برضو راحت خلت الموديل ده يعرف يخش على الانترنت لما عملوا حاجه اسمها جي بي تي 4 تقريبا او 4 او. وده سهل للبرامج الذكاء الاصطناعي ان هي تخش على الانترنت تعرف معلومات حديثه، فممكن يجيب لك حالا مثلا لو ماتش بيتلعب تقول له النتيجه كام كام، هو الموديل بيعرف يخش على الانترنت ويجيبها لك. فخلال السنتين اللي فاتوا الثوره كانت من حته اوبن اي اي مش طبيعيه. طبعا في شركه تانية امريكاني اسمها برضو كلاود، كانوا عاملين كذا موديل يمكن تكنيكال، بس اكتر حاجه احنا عارفينها او المواطن العادي عارفها او المستخدم العادي عارفها هو تشات جي بي تي او كوبايلوت بتاع مايكروسوفت. وبرضه مهم ان نعرف ان كوبايلوت ده هو ورا شغال بتشات جي بي تي، لان مايكروسوفت استثمرت في كوبايلوت. ايه اللي حصل؟ ان الدنيا اتطورت جامد جدا. الاول كانت البرامج دي بتتكلم معاها يعني تكست، يعني بتبعت لها نص يرد عليك بنص، تبعت لها سؤال. بعد كده لما اتطورت بقت ممكن تاخد صورة تبعت لها صورة وتقول لها ايه اللي في الصورة دي ترد عليك. تبعت لها فيديو، تبعت لتشات جي بي تي فيديو تقول لي اشرح لي الفيديو ده ايه اللي حصل فيه يشرح لك. وبدأت الدنيا طبعا تتطور لحد ما نزلوا فيه كمان ان انت ممكن تكلمه بالصوت، فتقول له صباح الفل يا باشا يقول لك اهلا وسهلا صباح الخير يا حبيبي، ويتكلم معاك مصري ويتكلم كل حاجه. السنتين دول طبعا الثوره بتاعت الذكاء الاصطناعي توحشت. كلنا ما كناش مصدقين، كل يوم حاجه بتنزل جديده. الشركات اللي بتخدم على الذكاء الاصطناعي دي حته الناس متلخبطه فيها. شركه انفيديا بتاعت الرقائق الالكترونيه او الشرائح الالكترونيه، هي دي حاجة بتستخدم في الذكاء الاصطناعي، لكن هي مش مباشرة شركة ذكاء اصطناعي. الرقائق الإلكترونية دي أو الشرائح الإلكترونية بتستخدمها بتسميها كروت الفيجا أو الشاشة لما تيجي تلعب جيمز، يعني استخداماتها في كل حاجة في الحياة. لكن يمكن موضوع الذكاء الاصطناعي مخلي الاعتماد عليها جامد جدا 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 جدا، مما أدى إلى إن الأسعار بتاعتها تزيد جدا جدا في البورصة. كل الشركات اللي بتعمل الرقائق الإلكترونية أسعارها أو يعني سعر السهم بتاعها تضاعف الفترة اللي فاتت، إلى ما حصل اللي حصل اليومين اللي فاتوا. أول حاجة خلينا نقول حاجة الناس مش واخدة بالها منها كتير جدا، أو يمكن الغير مختصين مش واخدين بالهم منها، إن ديب سيك أو اللي طلع من يومين ثلاثة وكسر الدنيا، ده مش أول موديل صيني. النقطة دي مهمة جدا نوضحها. علي بابا بيعملوا او الجماعه بتوع علي بابا او الموظفين في علي بابا بيطلعوا موديل او برامج ذكاء اصطناعي من الصين مجانيه، وده اللي عامل ثوره مش طبيعيه. مجانيه قويه جدا 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 جدا. هل الامريكان ما بيطلعوش حاجات مجانيه؟ لا، الامريكان عندهم ميتا او فيسبوك او وات ايفر، هو ميتا او الشركه اللي هي الام الفيسبوك، بتطلع اكشولي او بتطلع في الواقع مصادر يعني برامج ذكاء اصطناعي مجانيه ومفتوحه المصدر، حضرتك ممكن تكلمها، فانت مش لازم تروح لتشات جي بي تي المدفوع. اللي برضو قبل ما نروح للصيني تشات جي بي تي اللي عمل ثوره من حوالي كام شهر، قال لك بصوا يا جماعه احنا ما كنا طول عمرنا ما نعرفش البرامج دي بتاعت الذكاء الصناعي بتشتغل ازاي، ما بنعرفش هي بتفكر ازاي. فانت ممكن تساله سؤال يرد عليك اجابه خاطئه. فلما تشات جي بي تي عمل حاجه جديده، عمل حاجه اسمها الريزنينج، او ان الموديل او البرنامج الذكاء الصناعي يفكر معاك ويسبب الاجابه بتاعته. فلما تساله اي اجابه اي سوري لما تساله اي سؤال
ما يدكش اجابه عشوائيه، وساعات بيسموها الهلوسه، لا يقعد يفكر بالترتيب واحد اتنين تلاته. فلما سام التمان او الجماعه بتوع اوبن اي اي اعلنوا عن الخاصيه دي، الناس ما كانتش مصدقه نفسها ان ده تطور مرعب. ولكن بعد كده الجماعه الامريكان او سام التمان قعد يقول لك بص الخاصيه دي هنخليها للناس اللي بتدفع كتير، وعملوا بلان جديده او خطه جديده لتشات جي بي تي. بدل ما انت بتدفع $20 في الشهر، انت محتاج تدفع $200. فده تقريبا التطور اللي الامريكان عملوه اخر سنتين، او اللي الميديا مغطيه اخر سنتين، لحد ما قلنا ان الجماعه بتوع علي بابا كانوا بيطلعوا برضه برامج مفتوحة المصدر، ممكن تاخدها تشغلها على الكمبيوتر بتاعك، وكأنك عندك، مش كأنك، تقريبا عندك تشات جي بي تي على الكمبيوتر بتاعك، وببلاش، من غير ما تدفع له أي حاجة، ومن غير ما يشوف البيانات بتاعتك. فدي نقطة بس حبيت أوضحها، لأن ناس كتير متخيلة إن الصيني هو ديب سيك بس. فدي أول نقطة محتاجين نوضحها. علي بابا بقالهم فترة بيطلعوا حاجات عبقرية، وبتنافس الحاجات اللي بتطلعها ميتا اللي هي الأمريكانية. فيسبوك برضو المفتوحة المصدر، فاحنا هنا بنقارن مفتوحة مصدر مفتوحة مصدر. هل تفوقت على برامج الذكاء الاصطناعي مقفولة المصدر أو المدفوعة؟ مش قوي، تفوقت في بعض الاختبارات أو البنش ماركس، ولكن ما كانش في كلها. لحد ما من حوالي 3 4 أيام شركه ديب سيك، وعلى فكره برضو مهم اوضح ان ديب سيك، لان ناس كتير سمعتها بتقول معلومات شويه مغلوطه ان ده اول موديل يطلعوه. في الحقيقه لا، ديب سيك بقالهم سنه تقريبا بيطلعوا حاجات وشغاله قويه جدا جدا، وبنستخدمها في البرامج اليوميه. ولكن الديب سيك ار 1 او الريزوننج موديل بتاعهم، او الشات اللي حضرتك بتقدر تتكلم معاه ويسبب خلاص افكاره او يرتب افكاره، ده هو الثورة اللي كسرت الدنيا من 3 أيام وبهدلت البورصة في أمريكا والدنيا كلها باظت. ليه كده؟ لأن هو قال لك إن الأوبن اي اي أو تشات جي بي تي عايز يبيعه لك ب $200، إحنا اديناه لك ببلاش مفتوح المصدر، خده حضرتك شغله مطرح ما أنت عايز. الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، إن الناس دي دخلت على صناعة الأمريكان بيدعوا أو كانوا متخيلين إن هم بيسوقوا او بيتصدروا الصناعه دي، ومكبرين دماغهم خالص، مفيش حد في العالم قدهم. الا ان الصيني جاء وعمل تفوق مرعب في وقت قليل. الثلاث حاجات التانيين اللي اتكلموا فيها، اولا الفلوس اللي كلفتها الشركه علشان تدرب البرنامج ده. خلاص الامريكان او الاوبن اي اي او كلود او جوجل عندها طبعا، يعني في 5 6 شركات كبيره دايما بيقول لك عشان تمرن او تدرب حاجه زي تشات جي بي تي ممكن تكلفك حوالي $100 مليون. الجماعه بتوع ديب سيك بيدعوا ان هي اتكلفت $5 مليون. المشكله هنا في الخناقه بتاعت الامريكاني مش مصدق الصيني، والصيني مش مصدق الامريكاني. احنا في النص، لن يعني ما عندناش ما يثبت ان الصيني فعلا الامريكاني فعلا دفع $100 مليون، ولا عندنا ما يثبت ان الصيني دفع بس $5 مليون. هما بيتخانقوا، كل واحد بيقول للتاني انت استحاله تكون دفعت 5، انت دفعت اكتر، وهكذا. بس دي النقطه اللي خلت الناس بره تتدربك، اللي هو يا لهوي، ده اوبن اي اي كانوا عايزين مننا مليارات، وترامب كان بيقول تقريبا هنحط حاجه ب 400 مليار، لو انا فاكر صح مش غلط. فمنين عايزين كده؟ والصيني راح عملها اقوى مننا في النتيجه، وبحوالي 10% بس، او اقل من 10% من التكلفه. فده اللي عمل دربكه في الموضوع. الدربكه الثانيه ان هم عدد الكمبيوترات اللي استخدموها المفروض اقل بمراحل، او مش المفروض، يقال ان هي اقل بمراحل من عدد الكمبيوترات اللي الجماعه الامريكان استخدموها. برضو كل واحد بيدعي اللي هو عايزه، ولكن دي من الحاجات اللي لخبطت، اللي هيخلينا نصدق الجماعه الامريكان، يبقى هنصدق برضو الصينيين، وهم فعلا تفوقوا عليهم تفوق مرعب. اللطيف ان بعد ما طلعوا الخبر امبارح الصبح، والبورصه الامريكاني في اخر اليوم خسرت $2 تريليون تقريبا. طبعا $2 تريليون دول بيبقوا اسمهم خساره في القيمه، لكن يعني رجعت النهارده طبعا شويه تتحسن بعد ما الناس هديت وفكرت. الحاجه العبقريه اللي عملوها امبارح جماعه صينيين تاني، ان هم نزلوا برنامج ذكاء اصطناعي جديد، تمام، او اصدار جديد اسمه مالتي موديل. مالتي موديل ده زي اللي انا اتكلمت عليه من شويه، ان هو مش بس بيفهم كلام، مش بيفهم اسئله نصيه، بالعكس ده ممكن كمان ياخد صور وياخد فيديوهات زيه
زي اخر اصدار من تشات جي بي تي، ويرد عليك بطريقه اقوى 100 مره من تشات جي بي تي. انا اسف، مش 100 مره اقوى من تشات جي بي تي عشان مبقاش احنا كمان بنبالغ في وسط اللخبطه دي. فهي دي الخلاصه. معلش انا اخدت منكم وقت كتير، انا حاولت ابسطها. فالموضوع ان الجماعه الامريكان عاملين حاجات مقفوله المصدر، في منها طبعا مفتوح زي اللي فيسبوك او ميتا بتطلعهم، لكن اقوى حاجه عندهم اللي بيدعوا ان هي اقوى حاجه في السوق هي اوبن اي اي اللي بتطلع تشات جي بي تي، وكلاود اللي عندها 2 3 دول امريكاني. وجاء الصيني ديب سيك او علي بابا، طلعوا منتجات اقوى منهم او يعني بتتعداهم في بعض الاختبارات اللي بتقول مين اقوى، وفي الاخر ببلاش ومفتوحه المصدر، وكل ممكن كل حد يشغلها عنده على الكمبيوتر. دي النقطة المهمة، دي النقطة اللي قلبت الدنيا امبارح، فخلت كل المستثمرين في البورصة الأمريكاني مخضوضين، اللي هو احنا كده يعني بيتنا اتخرب. مش معقول كل الفلوس اللي احنا حطيناها دي عشان نبني الحلم الامريكاني يجي الصيني يحطها ببلاش ويقول ده انا دفعت 10% من التكلفه واديتكم نفس النتيجه. الموضوع طلع امبارح. الدنيا طبعا في سباق مرعب، اعتقد الشهور الجايه هتبقى مبهره، اللي كله بيتنافس. ولكن مهم جدا نعرف ان ده في الاخر في مصلحتنا، احنا المستخدم، احنا اللي هنستفيد من كل ده. ما يهمناش قوي مين الكسبان على قد ما مين اللي هيوفر لنا فلوس ومين اللي هيدينا نتيجة أحسن. أتمنى أكون شرحت لحضراتكم الموضوع بطريقة مبسطة. لو في أي حاجة حضراتكم عندكم أسئلة ممكن تسيبوها في التعليقات وأحاول أرد عليها في أقرب وقت. شكرا، ويومكم سعيد.